کمیته الدیش اشکنجه یا اروپای سپیتی بناوی انسیاتیفا گالیا باکور رجلات سوریه سلاوین ما پروری و عدالتی ام و گل باکور و رجلات سوریه دربار روشا ریبر آپو یا گل سر اساس 22 حیوان درش کریه تو خبر جنات یا گرتن نراحتی جیان دکن و ام بچاوه شک و گمانه لوی تمساندن و نزل الکرنا روشاوی دنارن اف 22 مهن روشا ریبر آپو یا تندرستی هر وکیدن روشاوی نهایی یا سیاسی نزلاله و مافتنه یکو همه محامی ویجی ببینن پارازری وی 10011 ده هفدیتن پر ندانه چکرن اف جی دبت سوجکی یه مافی مروفاهیه و لسر وی اساسی گل باکور و رجلات سوریه دوزا وی یکی دکن که روشا ریبرتی زلال ببه شبر گوبری نهاجی 2021 ده سپیتی داخویانی دا لسر اساس سوجک و دولت ترک دکی درباره تجرید آگران لسر ریبر آپو او داخویانی جی جیرس و حرمت بو لین ها دیسا جی هم دبینن چاوا دولت ترک همه قانون و یازای ناونتوی یه مافی مروفا دپارزن و بعرده دخه و لی خودی درناکه به و لبرانبری وی بیدنگی یک مزن هیه سپیتی سردانا امرالی کر لی داخویانی کی فرمی باش ندا دل گل گرد و گل حرم راحت نکر اف جی دبه جیه گو نباوریه لی برانبری وی قومیته گو بناوی مافی بروفا باندکم اف همه دبن سوجه لدج مروفایه و لدج همه یاسا و قانونین ناونتوی اگو مافی مروفان دپارزن ام جی لگوری وی دبجن ام حمله کی دست پیدکن لسر اساسه ام زکم کرند چمکی روشا ریبر آپو گریدای روشا جیانا گل کرد و همه اول بنده وینه ام لسر وی اساسی باندکن که هموم ریخستن مافی مروفان دسر وان ده سپیتی acil tedbir bigrin û vê tecrîda li ser rêber apo bişkînin û her wiha ji bo ku baweriya gelan baweriya civakan wan neêşkenandin rêber apo zûtirîn dem serbest û azad berdin bijî rêber apo bijî adaleta civakî her bijî biratiya gelan Serok jiyan nabe, Serok jiyan nabe, Serok jiyan nabe, Serok jiyan nabe, Serok jiyan nabe. مقام لجنة مناهضة التعذيب CPT الموقرة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا تحية الحق والعدل نحن شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا نعاني قلقا بالغا إزاء حالة السيد عبد الله أوجلان فأوضاعه قد اتسمت بغموض كبير منذ ما يقارب أكثر من 22 شهرا ولتاريخه من دون أن نسمع خبرا يفيد بحقيقة وجوده الطبيعي أو تفسيرا قانونيا يبرر حقيقة هذا الغموض أو هذا الكتمان حيث تم منع المحامين الخمسة الذين قاموا بزيارته في 2 مايو و7 أغسطس عام 2019 من مقابلة السيد أوجلان علما أن آخر مقابلة لهم به كانت بتاريخ 27 يوليو 2011 وعليه فالشعب الكردي وأصدقائه في العالم على وجه العموم وزوي السيد أوجلان على وجه الخصوص يعانون قلقا كبيرا إزاء عدم سماع أي خبر عنه منذ آخر مكالمة هاتفية قصيرة حصلت في 25 مارس 2021 وبناء على ما جاء في تقريركم لدى زيارتكم للسيد أوجلان في سجن إمرالي والذي نشر في 5 أغسطس 2021 وقد حاز على احترام وتقدير شعبنا لأنكم اعتبرتم فيه بأن العزلة التامة على اتصالات السيد أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين مع العالم الخارجي نوع من السجن وبينتم أن هذا الوضع غير مقبول لأنه يتعارض مع الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان لكن زيارتكم الأخيرة وعدم لقائكم به وعدم حصولنا على معلومات واضحة بخصوص وضعه الأخير ضاعف من قلقنا اتجاه وضعه الصحي والجسدي وعليه فإن كل ما تتزرع به الدولة التركية لتبرير ممارساتها التعذيبية الجسدية أو النفسية بحق السيد أوجلان هو باطل وعملها في ذلك هو عمل ممنهج ومعارض لبنود المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب المعلنة انسجاما مع المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة فمضاعفة التعذيب
للسيد أوجلان ليست فقط في حرمانه حقا من حقوقه، وإنما هي المضاعفة في التعذيب، وهذه المضاعفة لها أبعاد سيئة بمقتضى المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 9 كانون الأول 1975 وبحكم المادتين الثانية والرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب لجهتي الإملاء على الدولة كطرف في هذه الاتفاقية. يجب تثبيت إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية في قوانينها الداخلية لمنع أعمال التعذيب وضمان توصيف جميع أعمال التعذيب بأنها جرائم بموجب هذه القوانين. ولذلك نهيب بكم مجددا للمبادرة إلى الإسراع في اتخاذ التدابير أصولا بموجب القانون الدولي وبما يكفل تعزيز ثقة الشعوب بالمجتمع الدولي الرسمي، وذلك في إنهاء العزلة المفروضة على السيد أوجلان وتمكين محاميه من اللقاء به، العمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن ضمانا وتأكيدا على مصداقية منظمتكم في الدفاع عن حقوق الإنسان. بيجي سارو أبو بيجي سارو أبو بيجي سارو أبو بجان بخوي أمدار أي سارو بجان بخوي أمدار أي سارو بجان بخوي أمدار أي سارو لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد لا حياة بدون قائد لا حياة بدون قائد.